اللهم عطر صباحي وصباح من تصله كلمات براحة البال ونسمات الطمأنينة. صباح الخير لأحلى بنات من قناة عالم أم تالين. كما راك تشوفوا معايا البنات، اليوم راح نوري لكم المقروط على طريقة ماني، لأنه هذا المقروط مميز جدا ويجي بقشور البرتقال. ربي يرحمها ان شاء الله، كانت تموت على هذا المقروط وتمنيت لو كانت عايشه وتشوف هذا الفيديو. كانت تقولنا دايما الضربي لدارك قشطه ولراسك مشطه، يعني دايما دارك تكون تولول والطاوله تاعك متنوعه من الاكلات، وحتى انتي لازم تكوني شابه هكذا باش تلقاي انتي وراجلك الراحه. واسمحوا لي حبيباتي لانه طولت عليكم، ويلا نبداو نتعرفوا على المقادير. نحتاج بطبيعه الحال الى السمولينا او السميد الخاص بالمقروط المتوسط. نحتاج 3 كيلات، انا كيلت بالكاس. ونحتاج كاس من قشور البرتقال، ونحتاج كاس غير مملوء يعني ناقص بواحد 1 سنتيمتر هيدا ولا قس 7 سمن دايب. ونحتاج كيلو تاع المزهر، ونحتاج بياض تاع البيض، والمزهر اللي راح نطن فيه في الاخير لو كان زعماك ينشف لي، يعني حنحتاجه في الاخير. وهذه الوصفة ما تكونش فيها حتى حشوة، ولكن انا اخترت لكم اليوم باش نديروها بحشوة التمر، يعني الوصفة الاصلية ما فيها والو. بسم الله نبداو الوصفة. نحط 3 كيلات تاع السميد ديالي، قلنا المتوسط الخاص بالمقروط، ونضيف معاه قشور البرتقال. لازم ندخل مليح هذيك قشور البرتقال مع السميد ديالي كيما راكم تشوف معايا، نحكها جيدا، راح تعطيني طعم رائع بالقو تاع البرتقال. كيما راكم تشوفوا معايا نحكها جيدا، لازم ما يبقاش مكتل، ويتوزع على كامل حبات السميد ديالنا كيما راكم تشوفوا معايا. بعد هذا ندير حفرة في الوسط، ونجيب السمن ديالي اللي كنت دوبته بارد. في الاول كي وريت لكم الوصفه كان ناقص شويه ماشي معمر، انا كملته بهذيك الزيت. وندير معاه قرصه تاع الملح، ونخلطهم جيدا حتى نبسس مليح هذاك السميد ديالي كيما راكم تشوفوا معايا. نحكم مليح ما بين يديا باش الحبات تاع السميد تتغلف مليح بالسمن بالدهان. طبيعه الحال لازم السمن يكون بارد. السر في هذه الوصفه تاع اليوم باش المقروط ديالي ما يتحليش في المقله، نضيف له بياض البيض. انا اخترت حبه بيض تكون صغيره كيما راك تشوفوا معايا. نخلطها جيدا ونوزعها على الخليط ديالي، ندخلها شويه كيما راك تشوفوا نخلطها. من بعد نبدا نضيف في المزهر. المزهر انتي راح تتحكمي في الكثافه تاع العجينه ديالك، يعني ما تخليهاش طريه بزاف وما تخليهاش ناشفه حتى المقروط ديالك يجي ناشف وما يشربلكش العسل. ولا درتيها طريه بزاف راح تصعبلك في التشكال ديالها ويجي معجن لداخل. نطمو برك كيما راك تشوفوا معايا، ونخلو شويه مزهر دو كوتي يعني على الجانب هكذا، باش اذا الخليط ديالك نشف تزيدي تضيفي له شويه باش تقدري تشكليه. كيما راكم تشوفوا معايا انا الكاس ما كملتوش، والان راح نبدا في التشكيل ديالو. بسم الله. انا درت هنا حرابش صغار، هذا الاولاني ما راحش ندير فيه تمر، يعني على حساب الوصفه الاصليه. كيما راكم تشوفوا معايا نسقمو مليح، هي الوصفه الاصليه ديالو ما يجي فيه حتى حشوه لداخل، ينتكل هكذاك. وصدقيني ما يجيش يقهم، يجي بزاف بنين. نسقمها كامل الاطراف ديالها هكذا باش تجيني الحبه مقببه من الفوق كما نعرفوا المقروط ديالنا. الصح ديالو هو كامل في التشكال، نخلوه ينشف، ما نحطوش مباشره في المقله، لازم ينشف لنا شويه ومن بعد نديروه داخل المقلاة. تكون
المقلاة ماشي ساخنة بزاف حتى يتحمر من الداخل من برا والداخل ما يطيبش، لا يعني الدرجة تكون متوسطة كيما راكم تشوفوا معايا. والحربوش الثاني انا اخترت نديرو بالتمر، نفتحو هكذا في الوسط ونضيف الحربوش تاع التمر اللي كنت عجنته بالماء الزهر بشويه تاع الزيت باش هكذا يجيني طري. نسقم الاخر ديالي الحربوش ديالي هكذا باش يجوني الحبات كامل متساويين، ونزيد نشكلها حتى هي كما راكم تشوفوا معايا. نتمنى انها تعجبكم، والله وصفة توب توب توب، واللي عطتني الوصفة ماما نقولها يعطيك الصحة. لانه هي اللي ديرو بكثرة. الان نشكلها، عاود نشكل حبات على المقروط ديالي باش نقدر ننقشها هكذا باش نفرق ما بين هذا وما بين المقروط اللي فيه تمر. هو يقدر انه ما يبانش ولكن التشكيل ديالو يجي بزاف شباب. انا شكلته بهذا الشكل وانتيا تنقشيه كما حبيتي، يجي بزاف شباب كما راكم تشوفوا معايا. بعد ما تاكدت انه الزيت ديالي سخنت نحطها مباشره داخل المقلاة، تكون يعني عامره بالزيت، نكون حضرنا العسل وحطيت له شويه مزهر. وهنا حبيباتي حطيت كامل الحبات ديالي، ما لازمش تحركيه لخاطرش الا حركتيه راح يتحل. ومباشره من الزيت يتحمر جيدا نحطوه في العسل اللي كنتي خففتيه بشويه تاع المزهر. العسل لازم يكون بارد هكذا باش ما يتعجنش. خلوه يطول شويه في العسل، يعني كي نكمل المقلاة الاولى نحطها في العسل ما نحيش الحبات تاع المقروط من العسل حتى كي يكون طابت المقلاة الثانيه. كما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع المقروط ديالي، والله جا روعه. هذاك اللي منقوش ما فيه حتى حاجه لداخل، يعني ما فيهش حشوه، وهذا اللي فيه الحشوه. راح نفتح لكم حبه لداخل هكذا باش تشوفوا كيفاش جانا معسل ما شاء الله. ولا كنت طيبتيه من قبل شوفوا جا مرمل ومعسل ما شاء الله، توب توب توب. والبنه لا تقاوم، صدقوني والله ما يجي كيما المقروط العادي، لانه هذا المقروط ما يجيش يقهم. بالنسبه للاخر تاكلي حبه خلاص ما عادش تزيدي. جا ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوا الوصفه مع احبابكم واصحابكم لتعم الفائده. وما تنسوش تخلوا لي لايك على الفيديو وتخلوا لي تعليق باش تشجعوني اكثر. اذا اول مره تشوفوا هذه القناه ادعوكم للاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلكم جميع الفيديوهات اللي نحطها. اللهم في هذا اليوم ارحم كل ميت انقطع عمله، وآنس واغفر ذنوبهم واجعل الفردوس الأعلى دارهم، اللهم آمين. ومن هنا حبيبتي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله.